انت عندك حديث في صحيح البخاري: وابو بكر كان رجلا اسيفا، يعني عنده رقه في القلب. ومع هذا لما وقف بعضهم وتكلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام وقال لأبو بكر، حديث في صحيح البخاري، وقال لأبي بكر إن الفئة دي من الناس مش هتنفعك، معنى الكلام. فقال له أبو بكر: امصص ببذر اللات. أنت عارف أنا لو وضحتها الكلمة دي كان هيتعمل تصدق لأبو بكر الصديق قضية سب وقذف. قال له: انظر ببذر اللات. ده في لفظ مش ده، في ما هو اشد ببذر امك. خلاص. ابن حجر وهو يعلق على هذا الحديث بيقول ايه بقى؟ بيقول: ويجوز القول الشديد والشنيع لمن يستحقه. بس الى حد رمي المحصنات. ما احنا لسه هنيجي. انت متعجلين على طول بتنط في الجزئيه دي. انا جاي لها، ما انا قلت لك انا بفتح قوسين والله. لا والله جاي لها، ما ههرب منها، عمري ما ههرب من كلام انا قلته ولا هندم عليه. انا جاي لها. خلاص. اذا هناك قول قبيح يقال لاهله. عندك حديث صحيح مسلم، صدق النبي صلى الله عليه وسلم اللي نهى عن السب واللعن. عندك حديث صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه رجل فحدثه حديثا قد أغضبه، والنبي كان بيغضب لله. خلاص. فلما خرج سبه ولعنه، وفي لفظ كانوا اثنين سبهما ولعنهما. ولذلك ام المؤمنين عائشه قالت: ما اصاب احد من الشر مثل ما اصابه. صدق النبي سبهم ولعنهم، النبي اللي هو النبي سبهم ولعنهم. تعال بقى لما يجي اخونا يتكلم عن الالفاظ دي اللي هي تعد شتما كما قال، تمام. انا استخدمت جمله من الالفاظ، منها السفله، ومنها الفاجره. خلاص. استاذنا بيقول اني متخرج من جامعه الازهر. هو القران بيشتم؟ لو دي اعتبرناها شتيمه بالقران بيشتم؟ لا طبعا. يبقى ده اتهام لله بقى. ليه؟ ربنا قال في القرآن الكريم: ثم رددناه أسفل سافلين. أسفل من سافل كمان، ولا تزعل. ثم رددناه أسفل سافلين. بس احنا بنستخدم تعبير السفلة في حياتنا العامة والشعبية بشكل مختلف تماما. جميل.